الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المعزون، بغض النظر عن الألقاب والمسميات، لكلنا كل الاحترام لكل الأعزة الذين عنوا السفر وحضروا معنا ليشاركونا في مصابنا الجلل برحيل أخا وعضيدا لنا رحل عنا قبل أيام، وأنا من المعايشين للفقيد، والله أراه في كل ركن من أركان الملعب. لقد كان لاعبا مثاليا، لقد كان يتحلى بالخلق الرياضي، وقد أفنى عمره في خدمة الرياضة في المحافظة وفي القضاء وفي مقر سكنه حي الخطيب، وكان من المؤسسين إلى فريق شباب البعث في حي الخطيب، ومن لاعبي نادي النعمانية، ومن لاعبي تربية واسط، ومن لاعبي رواد الخطيب الذي تأسس على يديه. فألف تحية له وهو يفارقنا جسدا ويبقى معنا روحا. ترحما على روحه الطاهرة نقرأ سورة الفاتحة وقوفا. شكرا جزيلا. لقد سئل الإمام علي عليه السلام: ما أصعب من الموت؟ قال: فراق الأحبة. وكيف لا يكون كذلك وأنت تفارقه وأنت تراه في كل يوم وهو معك يعايشك في الرياضة وفي الشارع وفي المقهى وفي أي شيء. لقد كان لأبو أحمد النوار مثلا عزيزا يقتدى فيه بالروح الرياضية والخلق الرياضي. فخير ما نفتتح به مهرجان هذا وتعزيتنا هذه السلام الجمهوري لجمهورية العراق. شكرا جزيلا. نقول: رحل جسدا وبقي روحا، من كلماته الأخيرة نستوحي منها: إلى كل من سأل عني وزارني ودعا لي، وبالخصوص إخواني وأصدقائي الذين وقفوا إلى جانبي في أيام مرضي، أشكركم من أعماق قلبي. لقد خففتم عني الألم بكلماتكم الطيبة ووجودكم الصادق، ولم أشعر أنني وحيدا في محنتي بفضلكم. إن كانت الأيام قد فرقت بيننا وأرحل عن هذه الدنيا، فتبقى مواقفكم الجميلة محفورة في ذاكرتي ودعائي لكم ما دام في العمر بقية. أسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، وأن لا يريكم مكروها في عزيز. سامحوني إن قصرت أحدا منكم، والله ما قصرت. واذكروني بدعوة صالحة ورحمة تصلني في قبري. خير ما نفتتح به تعزيتنا هذه آيات
من القرآن الكريم يتلوها بيننا القارئ جبار القريشي، نستقبله بذكر الصلاة محمد وآل محمد. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. شكرا شيخ جبار. ومن كلماتي أيضا إلى أخوتي وأصدقائي، شكرا لأنكم كنتم معي في كل مراحل حياتي، رفاق دربي في الفرح والتعب وسندي في أيام المرض. حين أثقلني الألم لم تتركوني وحيدا في ضعفي ولم تنسوني بعد رحيلي. وإن كان الموت قد غيب وجهي عنكم فلن يغيب من روحي جميل وفاكم ومحبتكم. سامحوني إن قصرت بحق أحد منكم، واذكروني بدعوة صادقة، فإني أحمل لكم من الشكر ما تعجز عنه الكلمات، ومن المحبة ما لا يغيبه الموت. والآن مع كلمة رواد الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في مرضي عرفت معدنكم، وفي غيابي ازددت يقينا بوفائكم. سلاما على الأخوة الصادقة. الأصدقاء لم يخذلوني في الشدة ولم ينسوني بعد الرحيل. رحلت وبقيتم أوفياء كما عهدتكم، أخوة في الشدة وأصدقاء لا يطويهم الفراق. فلا تنسوني من دعوة عند لقاء الأرواح. ما أبكاني ألم المرض بقدر ما أبكتني محبتكم ووفاكم. كنتم أهلا في الحياة وذكر الجميل بعد الممات، وكنتم معي في المرض ولم تنسوني بعد الرحيل. وفاكم في مرضي ودعاكم بعد موتي لا ينسى. سند في الشدة والذكر الجميل بعد الفقد.
أوفياء في حياتي، أوفياء بعد مماتي. خففتم ألمي في المرض وأسعدتم روحي بالدعاء بعد الرحيل. شكرا لقلوب بقيت وفية حتى بعد الفراق. في مرضي كنتم عونا وبعد موتي كنتم دعاء. رحلت وبقي وفاكم أجمل ذكرى. رحلت عن دنياكم لكنني أحمل معي أجمل الذكريات مع أخوتي وأصدقائي الذين لم يتركوني في مرضي ورافقوني في أصعب اللحظات. شكرا لكم على دعاءكم وسؤالكم ووقوفكم إلى جانبي، فقد كنتم عزائي وسندي بعد الله. أسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء، وأن يجعل محبتكم ووفاءكم في ميزان حسناتكم، ولا تنسوني من دعوة صادقة بالرحمة والمغفرة. لا والله لن ننساك إن شاء الله. والآن كلمة شيخ حسين رزاق حسين الفرود، يتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أهالي النعمانية، باسم رياضية أهالي النعمانية، نرحب بكل أخوتنا بست ونس، بالأخوة القادمين من المحافظة، من الكوت، من كل الأقضية. اليوم هذا اجتماعنا لأخونا مرحوم محسن الخلوق الطيب صاحب الأخلاق العالية. قليل من الناس نشوف هيك يستمر ذكرهم هنيئا إلى هذه الوفاة اللي ترفع الرأس بوجود هاي الشخصيات والرياضيين. شخص خلوق مؤدب. أجدد شكري وامتناني لكل من حضر لليوم للاحتفالية مال أخوهم مرحوم محسن نوار القريشي، وشكرا جزيلا. والآن الكلمة إلى الأب الروحي للرياضة في القضاء الأستاذ عبد الجليل صبري، نستقبله محفوظا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الأجلال والإكرام. الإخوة الأعزاء الحضور الكرام بكافة مقاماتكم، اسعدتم مساء. تمر ذكراهم في الفكر باسمة، والقلب يهفو لهم والعين ترعاهم. كانوا لنا مثل واحات لها نهفو، يا طيب أنيس الحين حين لقياهم. ننسى الهموم إذا كنا بحضرتهم، وتشرق الروح في ذكرى سجاياهم. يا ساكنين القلب أينما حلوا، غبتم فأظلمت الدنيا لغيبتكم، وضاق من بعدكم وحب الأفكار. لقد كان خبر رحيلك يا أبا أحمد، لقد كان خبر رحيلك يا أبا أحمد مؤلما. أنت الذي لا تكتب له الكلمات بمداد القلم بل بمداد القلب. عندما علمنا بخبر وفاتك انتابنا حالة من الصمت والأنسى. رحلت ورحل الحس منك. كم أنت كريم، كم أنت كريم النفس والقلب والأخلاق. تقف الكلمات حائرة في ذكرى محاسنك يا محسن. ذكراك لا يمحوها. تراكم الأيام يا أبا أحمد. سيبقى أثرك الطيب المغروس في قلوبنا كنز لا يفنى ولا يقدر بثمن. كل ما مررنا على صورة أو موقف أعاد إلينا تلك الأيام الجميلة. ستبقى ذكراك خالدة. وما الدنيا باقية، وما الدنيا باقية لحي، وما حي على الدنيا باقي. باسمي وباسم رواد النعمانية وجماهير الرياضية في النعمانية وكل من حضر، أتقدم بالشكر الجزيل لجنابكم الكريم وتجشمكم عناء السفر وحضوركم هذا الحفل التأبيني لأخونا أبو أحمد. وفقكم الله ورعاكم وحفظكم من كل مكروه، وشكرا جزيلا لكم. الآن الكلمة إلى الأستاذ عدنان ستار،
مدير منتدى شباب النعمانية، فليتفضل محفوفا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اليوم رواد الرياضة في محافظة واسط، السادة المسؤولين الأفاضل، كل تجشم عناء السفر وحضر ليؤبن أخي وصديقي العزيز الأستاذ محسن، الذي كان له دور كبير في تأسيس الفرق الرياضية من الرواد في محافظة واسط، مشاركا الأخوة في مركز المحافظة. اليوم في هذا الموقف سجلنا محسن نوار مرة ثانية ضمن الحضور من خلال الذكر وقراءة الفاتحة وإقامة مثل هكذا حفل تأبيني يليق به بحضور سادة مسؤولين أفاضل وأخوة رياضيين ورجال أمن ورياضيين شباب ورواد والنادي الرياضي، والكل يعزي نفسه ويعزي الرياضيين في محافظة واسط لهذا الفقد الكبير. نتمنى أن تتواصل الروح الرياضية الآن الموجودة وهذه الوجوه الطيبة في رفع شأن الرياضة في محافظة واسط، وأن نكون دائما سباقين لذكر من له أثرا في الوسط الرياضي، وأن ندعم الرياضيين وأن نقف معهم صفا واحدا، لأن الرياضة في محافظة واسط تكاد أن تحتضر ويلقى حتفها. واليوم عندما نحضر مثل هكذا مجالس ممكن أن نعيد روح الرياضة وروح الرياضيين، ونكون متعاونين لرفع شأن الرياضة في محافظة واسط. نتمنى من السادة المسؤولين أن يضعوا الرياضة والشباب في أعينهم، لأننا أمام قرارات صعبة. اليوم عندما نحتضن الشباب نقضي على الجريمة، اليوم عندما نفتح ساحة الرياضية نقضي على الجريمة، اليوم عندما نفتح منتدى شباب ونفتح مسرح نقضي على الجريمة. اليوم اللي يتظاهر هو الشاب، والذي يجعل من المشاكل في البلد هو الشاب. عندما نحتضن هذا الشاب نضمن مستقبلا ناجحا متميزا يليق بسمعة العراق وشباب العراق. شكرا لمن حضر، لمن تجشم عناء السفر، شكرا لأخوتي الأعزاء رياضيين الرواد في قضاء النعمانية الذين فعلوا فعلتهم المشرفة، شكرا لجميع من حضر، شكرا للعائلة الكريمة التي جعلت من محسن اسما منيرا في قضاء النعمانية. إن شاء الله لن ننساه في برامجنا في فعالياتنا، إن شاء الله لن ننساه في بطولاتنا، وسيبقى محسن نوار القريشي في قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الكلمة للأستاذ عزيز أبو عيسى مسؤول فريق مخضرمي واسط، نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الست ونس، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبو أحمد، كيف أرثيك والكلمات تعجز عن وصف حجم الفقد. لقد رحلت وتركت في القلب فراغا لا يملأه أحد، وتركت ذكريات جميلة ستبقى ترافقنا ما حيينا. كنت أخا قبل أن تكون صديقا، وسندا في أوقات الشدة، ووجها بشوشا يبحث الطمأنينة في النفوس. ما أصعب أن نعتاد غياب من أحببنا، وما أقسى أن نبحث عنهم فلا نجد إلا الذكريات والدعاء لهم. رحلت في أعيننا لكن لن ترحل من قلوبنا. سنذكرك بكل خير وسنبقى ندعو لك في كل حين. رحمك الله رحمة واسعة وجعلت جنة دارك،
ومستقرك، وجمعنا بك في جنات النعيم، وإنا على فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الكلمة إلى سيد إحسان مسؤول الرياضة في الحشد، نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. سادتنا الأعزاء، شيوخنا الأجلاء، سادتنا الأعزاء، شيوخنا الأجلاء، رياضيين، جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في هذا الكرنفال المحزن لنستذكر ونؤبن الفقيد والكابتن والأخ والصديق أبو أحمد النوار. نستذكر حياته الرياضية وحياته الاجتماعية. هذا الشخص، هذا الإنسان عزيز على قلوبنا جميعا. الحياة إخوان، نستلهم من هذا الموقف اليوم إن الحياة عبارة عن رحلة قصيرة، لكن نحن نظن إنها طويلة لكنها بالحقيقة قصيرة، وخير دليل هو فقد أخونا أبو أحمد النوار. الأخ أبو أحمد النوار كان دائما مواقفه مشرفة، كان دائما يوقف مع أهله بكل حب وحنان، كانت مواقفه يقف مع أصدقائه بكل وفاء وإخلاص. رحم الله الفقيد أبو أحمد. هنيئا للنعمانية بهذه الشخصية الكريمة، هنيئا لقريش بهذه الشخصية الكريمة. ومثلما قريش والنعمانية تفتخر بأبو أحمد النوار، نحن كمحافظة واسط نفتخر بمدينة النعمانية، هذه المدينة التي لطالما كانت هي المدينة المضيافة التي تشرفنا في خدمة زوار أبو عبد الله الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. الآن الكلمة إلى ماجد القيسي رئيس رواد واسط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. السادة الحضور الكرام، عائلة الفقيد رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم بقلوب خاشعة وعيون تدمع، باكية في الوقت نفسه، راضية بقدر الله سبحانه وتعالى، لنستذكر معا سيرة عطرة وروحا طاهرة غادرتنا إلى دار الحق. إن الوقوف في مثل هذه المواقف ليس بالأمر الهين، فالفراق صعب واللوعة في القلوب كبيرة، لكن عزاءنا الوحيد هو ما تركه فقيدنا الغالي من طيب الأثر وحسن السيرة. نستذكر من طيب السيرة والأخلاق العالية أخ وصديق. طبعا اعذرونا من نذكر سيرته ما نقدر نتكلم، نحزن ونبكي. فإلى روحه الطاهرة رحم الله من يقرأ الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الكلمة إلى أستاذ عمار رئيس الهيئة الإدارية لنادي الأحرار الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور الكرام، الأخوة الرياضيون، أبناء مدينة النعمانية الأعزاء، عائلة الفقيد الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم وقلوبنا يعتصرها الألم لنودع قامة رياضية وإنسانية كبيرة، رجلا ترك أثرا طيبا في النفوس قبل أن يترك بصماته في الملاعب، ألا وهو فقيدنا الغالي الكابتن محسن، كابتن فريق رواد الخطيب. إن الحديث في الملاعب إلا هو كابتن فريق رواد الخطيب. إن الحديث عن الكابتن محسن ليس حديثا عن لاعب أو قائد فريق فحسب، بل هو حديث عن إنسان حمل في قلبه
المحبة والإخلاص والوفاء، فكان أخا للجميع وصديقا للجميع ورمزا للأخلاق الرياضية النبيلة. عرفناه رجلا صاحب كلمة طيبة، وجها بشوشا، لا يتأخر عن خدمة الآخرين ولا يبخل بنصيحة أو دعم لكل من يحتاج إليه. لقد أمضى سنوات طويلة في خدمة الرياضة، وكان مثال للقائد الذي يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم. إن الرجال لا يقاسون بطول أعمارهم بل بعظيم أثرهم، والكابتن محسن ترك أثرا سيبقى حاضرا في ذاكرة كل من عرفه. ستبقى ذكراه في الملاعب التي شهدت خطواته، وفي قلوب أصدقائه ومحبيه الذين فقدوا اليوم أخا عزيزا لا يعوض. إلى أسرته الكريمة نقول إن مصابكم مصابنا جميعا، وحزنكم هو حزن كل أبناء الأسرة الرياضية، ونعاهدكم أن يبقى اسم الكابتن محسن حاضرا بيننا، وأن تبقى سيرته العطرة مصدر فخر واعتزاز لكل من عرفه وعمل معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام الكلمات يسرنا أن يتفضل الأستاذ حسين شقيق المرحوم بتقديم كلمة شكر إلى الحاضرين، فتفضل محفوفا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلت وتركت في القلب غصة وفي العين دمعا ما يزال يسيل، سلام على روح تغشاها الرضا وعند الإله مقامك الجليل. هاي من كلماته طبعا. يا رفاق الدرب في الأمس القريب، جئتم اليوم تواسون الحبيب، ما نسيتم صاحبا أمضى أو أفضى لربه، فالوفاء الحر من طبع الحبيب، فالوفاء الحر من طبع النجيب، قد بكيناه وكنتم خير عون، فجزاكم وثبنا أجرا رحيب. باسمي وباسم عائلتي، عائلة الفقيد محسن المرحوم محسن فالح أبو أحمد، أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى إخواننا وأحبتنا الرياضيين الرواد، وللأخوة الحضور جميعا بكل المسميات والقامات، على إقامتكم وحضوركم الكريم في هذا الحفل التأبيني. لقد كان حضوركم مواساة كبيرة لنا، ووقفتكم الصادقة جسدت معاني الأخوة والوفاء التي عرفناكم بها في الملاعب وخارجها. أنتم مدرسة للعطاء والأخلاق، واليوم أثبتتم أن الروح الرياضية لا تشيخ، وأن القيم الإنسانية ما زالت حية فيكم. شكرا لقلوبكم النبيلة، وشكرا لوفائكم الذي خفف من مصابنا. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن لا يريكم مكروها في عزيز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضوركم جميعا، شرفتونا.